أهلا بيكم. تفتكروا إيه الفرق بين المدرب المحترف والمدرب اللي ماشي بالبركة؟ قبل ما نجاوب على السؤال حابب أقول لك إن المدرب المحترف أقرب بمايسترو أوبرالي، مش بيتعامل مع ال90 دقيقة ككتلة واحدة، إنما بيتعامل مع المباراة بطلعات ونزلات زي سيمفونية العزف بالظبط، أو ما يسمى بفن تقسيم الريتم. يا مساء الفل على كل عشاق التكتيك. شفت قبل كده فريق بيبدأ أول 10 دقايق زي الإعصار وبعدين فجأة تلاقيه فصل شحن في الدقيقة 60؟ أو مدرب بيبقى كسبان ويفضل ضاغط عالي لحد ما يلبس جول من مرتدة في الآخر؟ النهاردة هنتكلم عن أهم سلاح في إيد المدرب، وهنعرف إزاي نقسم الماتش لفترات، وإزاي نحضر سيناريوهات لكل كارثة أو فرحة ممكن تحصل في المباراة. جهز قهوتك ويلا بينا نحل. الماتش مش 90 دقيقة، الماتش مكون من أشواط نفسية. في علم تحليل الأداء الماتش بيتقسم لجيم ستاتس. أنت مش بتلعب برتم واحد طول الوقت لسبب بسيط، البنزين بيخلص. رتم الضغط العالي أو الهاي انتنستي ده ما ينفعش يستمر أكتر من 15 ل 20 دقيقة متواصلة. المدرب الذكي هو اللي بيحدد الزون اللي هيخنق فيها المنافس، وهو اللي بيحدد فترات الراحة الإيجابية في الجيم، وكمان إزاي تخلي فريقك يهدي الملعب عشان تقدر تسترد أنفاسك، وكمان تقدر تخطط للضربة القاضية اللي هتخلص فيها على المنافس. دايما بنحلل وبنلاقي إن آخر 5 دقايق في كل شوط هم أكتر وقت التركيز فيهم بيقل. هنا المدرب لازم يعلي الريتم فجأة عشان يقدر يفاجئ المنافس. كل مباراة لازم يكون ليها مجموعة من السيناريوهات، ولازم يكون عندك رد فعل جاهز لأربع مواقف أساسية. لو سجلنا بدري، هل هنرجع لللو بلوك ونلعب على المرتدات، ولا هنضغط أكتر عشان نخلص الماتش؟ لو استقبلنا جول، هل هنندفع بجنون ولا عندنا خطة لتغيير الطريقة؟ حالة الطرد، ودي الكارثة اللي بتبين المدرب القوي، مين بيخرج ومين بيغطي المساحات. آخر 10 دقايق وانت كسبان بفرق جول، ازاي تقتل اللعب بشكل شرعي وتغير رتم الماتش للبطء القاتل. من الاخر المدرب اللي بينزل يقول للعيبه العبوا كورتكم واستمتعوا، ده زمنه خلص. الكرة دلوقتي عبارة عن إدارة مجهود وتقسيم فترات وسيناريوهات مدروسة بالثانية. لو عجبك التحليل ده ما تنساش تتابعني، لايك وشير، وقول لي في الكومنتات مين اكتر مدرب بتحس انه بريمو في إدارة الماتش وتغيير الريتم. سلام.